اهلا بيكم في حلقه جديده من على الكنبه كنبه سمر. هنقول الجزء الثاني من حلقه علاقتنا بولادنا. في محاوله بسيطه من ان احنا نوفق وجهات النظر او نقاربها شويه من الحاله اللي حاصله اليومين دول من نفور بين الاولاد وامهاتهم واهاليهم، وخصوصا من الامهات بين الاولاد والامهات، لان الامهات بطبيعه الحال هي موجوده اكتر مع الولاد، وهي اللي بتقول اه، هي اللي بتقول لا اكتر ما بتقول اه، فبيبقى في غضب داخلي عند الولد او البنت. ومن هنا بنكمل. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاسباب الشرعيه، او يعني اسباب بناخدها عشان نكمل. انا ما بحبش افصلهم عن بعض، بس نخش شويه في الاسباب الكونيه بقى، اللي هي ايه الحاجات بقى اللي بنعملها بالخطوات وكده يعني. فبنقول ان الاسره هي البيئه الداعمه الاولى للولد. الاسره هي البيئه الداعمه الاولى. لو الاسره دي قالت للولد او للبنت، حسسته بقيمته وبمكانته، بان هو انسان مقبول صرف النظر عن تصرفاته، هو مقبول اجتماعيا بس تصرفاته هي مش مقبوله، وبنشرح ده هشرحه لكم كمان شويه. فلو اسره فهمت الولد او البنت ان انت مقبول واجتماعيا، والمجتمع كله قال له ان انت مرفوض، الانسان ده هيعيش حاسس بالقبول، ومش هيسعى انه يبقى بيبول بليزر او يبقى عنده مشاكل في انه ان الناس تتقبله او رضا الناس، لان الاسره هي البيئه الاولانيه. ولو المجتمع كله، لو الاسره دي قالت للولد ان انت مرفوض وان انت مش مقبول وان انت مقرف وان انا زهقت من تفاصيلك وان انا مش قادره اعيش معاك، والمجتمع كله قال له ان انت كويس، هو مش هيصدق برضه غير الاسره. انا بيجي لي ناس كتيره جدا، بنات كبيره وستات خلاص هم قيمه وقامه في المجتمع وليهم مكانه وليهم دور، بس هم حاسين من جواهم ان انا ماليش لازمه، عشان هو ده غرس جواه. ده بيتعالج واحنا كبار، بس بياخد وقت ومجهود كبير جدا، فاحنا بنلحق بقى نلم بدري قبل ما نبدا اصلا المشكله دي. فعشان الاسره هي البيئه الداعمه الاولى، فكمان العلماء اكتشفوا حاجه، ان الكلمه الوحشه او الكلمه الصعبه بتلزق كده في الطفل زي الليبل كده عليه 10 مرات اكتر من الكلمه الحلوه. يعني لو حد قسيها على نفسك، لو حد قالك ايه القرف اللي انت لابسه ده مثلا، و10 قالوا لك ايه القمر ده، هتفضلي فاكره برضو الكلمه اللي اتقالت لك دي. بالنسبه للطفل كمان اكتر. فناخد بالنا احنا بنقول لاولادنا ايه كويس جدا، لان الكلام اللي احنا بنقوله ده بيبقى بيلزق فيهم، بيبقى هو خلاص حط على نفسه كده الاسم ده. مش مجرد انا غضبانه وقلت للولد انت غبي فهو صدق ان هو من الغضب، لا، هو فعلا صدق ان هو غبي. زمان كنت لما يعني نقول للولد انت غبي او مش عارفه اي كلام، كان يحاول يعمل احسن من كده عشان ما يبقاش كده. دلوقتي ما بقوش بيعملوا كده، بيثبت لك انه غبي، هو بياكد لك ان انا غبي خلاص، مش هيبذل اي مجهود عشان يثبت لك ذكائه. ابسولوتلي. الكلام الحلو هو سلاحنا، ان احنا نقرب من ولادنا وما يضطروش ان هم يسمعوا ده، يدوروا عليه بره. خلي صوت مفاتيحك على الباب صوت امان، ومخدة السرير دفى وهدوء، جزمتك وهي راكنه بره ما تبقاش توتر، صوتك في البيت ما يبقاش رعب، يعني يبقى فيه براح، يبقى صوتك كده هادي، بحيث ان هو يحس ان البيت ده ملجأه وامانه. ومن هنا جه كلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان معنى الحديث ان الكلمه الطيبه صدقه، وان الانسان ممكن يقول كلمه لا يلقي لها بالا تلقي بيه في النار 70 خريف. يعني ساعات الانسان يقول كلمه ممكن ما تنيمش صاحبها، يعني ممكن واحده تقول لك كلمه وهي تنام عادي وانت ما تناميش. فالنبي عليه الصلاه والسلام عارف كويس قوي قيمه الكلمه وتاثيرها، وخصوصا بقى من القريبين، يعني بيبقى تأثيرها مضاعف، وخصوصا لو من الأهل ومن أقرب الناس. الإنسان بيصدقها. وده توك توك معدي عادي فبيحب يعدي أول ما بصور، أو حد ينادي من بره، أو الدبانة تضايقني، هبقى فكروني أعمل لكم فيديو عن كواليس التصوير. الإنسان بيتعذب والله. ما بعد كده مش هقطع عادي، ما يعدي التوك توك، ايه المشكلة يعني. المهم، فقلنا ان الاسره هي البيئه الداعمه الاولى والكلام الحلو. وتاني حاجه العلماء اكتشفوها الاحضان دي فيها مضاد حيوي بس اللي اتعملت صح، وهي ليها 3 مستويات وليها اشكال كتير وليها مستويات كتير يعني، بس في حد علمي يعني
ان الاحضان دي في مضاد حيوي بتحل مشاكل كتير قوي، خصوصا الاطفال اللي عندها ADHD او عندهم احساس بخوف او بنقص او عدم امان او مشاكل، في اي مشاكل عموما الاحضان بتحل مشاكل كتير بس اتعملت صح. تعمل صح ازاي؟ تخيلي كده انت لو قابلتي واحده ما بتحبيهاش وراحت حضنتك، هتحسي بايه؟ سم كده، حاسه ان انت اتخنقتي. تمام. فلما بنبقى اولادنا مزهقنا وبيجوا يحضنونا، احنا بنيجي نحضنهم كده واللي هو ايه، عايزين نخلص، يلا حبيبي شوف عشان اخلص منه. فده بالظبط ما بيديش المضاد الحيوي او بيعالج المشاكل اللي جوه اللي احنا بنتكلم عنها. امال بتتحل ازاي؟ بتتحل بان انا افتكره هو لسه طفل صغير، لسه ما عملش حاجه غلط ولا عمل حاجه صح، لسه يعني مش هقول تحت سيطرتي، بس لسه تحت ايدي، مش فلت بقى وبيقول لا وبيقول ايوه وبيغضبني وبخليني اغضب والحاجات دي، لا. فبفتكره فبحضنه. احضانتي 3 مستويات اللي انا اعرفهم، يعني انه 4 8 12 في اليوم، 4 احضان 8 احضان 12. بيتعمل ازاي؟ طبعا اقصى شكل ليه اللي هو الحضن اللي احنا عارفينه الكامل، وفي اشكال كتير يعني تتضمن الفيزيكال تاتش كلها. يعني ممكن تمسكي ايده جامد، ممكن تطبطبي على كتفه، ممكن تحسسي على شعره، ممكن ينام على حجرك، ممكن تمسكي كتفه كده تشدي على ايده، او الحضن الكامل. دي كلها اشكال بتخلي الطفل او الطفله شبعان. ونرجع لنقطة الكلمة الطيبة صدقة. احنا عارفين دلوقتي ان البنات بتحب منين؟ من ودانها. معلومة، اكتب وراي. والصبيان عايز تتقدر. طيب انا احل ده ازاي؟ في مناسبة الكلام الحلو، انا لما بقول لبنتي كلام حلو زي ايه؟ الله، ايه هي اي بنت بتدخل في علاقة مع ولد، بيكون عشان علها ايه؟ انت حلوة؟ طب هي حلوة اصلا. انت جميله، انا بحبك. طب ما انت الكلام ده لو هي سامعاه من وهي صغيره وشبعانه منه، فمش اي حد ب3 جنيه يجي يقول لها ما تيجي تروح. بتفكر بقى من الحاجات دي، انا عارفاها، بيبقاش عندها جوع، بتبقى شبعانه، فبتعرف ان هي تاجل مرحله دلوقتي الدخول في العلاقات من 12 سنه و13 سنه، مراهقه مبكره جدا. و بقى في تجاوز في الحدود كتير قوي. وفي الاخر البنت دي مش كويسه، ولا الولد ده مش متربي، لا هم كويسين بس هم عندهم احتياج معين ما عرفوش يشبعوه، فهياخدوه بالطريقه الغلط. انا مش ببرر ده، هو طبعا غلط، بس دعوه مني ان احنا نلحق نلم بدري. البنت اقول لها مثلا، يعني الولد بيقول لها ايه؟ دي ضحكتك حلوه قوي. هي اصلا ضحكتها حلوه بس محدش قال لها كده قبل كده. انت عندك 3 ضحكات، واحده وانت فرحانه وواحده وانت زعلانه. عارفين طبعا الكلام ده كله. قولي لها انت ضحكتك حلوه، هي ضحكتها حلوه. ده انت شعرك لايق على لونه على وشك، ده انت رموشك جميله قوي، انت ازاي عينيكي حلوه كده، انت ازاي اموره ملامحك لايقه على بعضها كده، ازاي صوتك حلو كده، ضوافرك لايقه. الحاجات دي البنات بتحب تسمعها. بس هي ممكن تكون بقى بايعه دنيتها دي كلها عشان انسان بيقول لها الكلام ده. طبعا الكلام ده بتحتاجه، بس مش من سن 12 سنه تبدا تدخل في علاقات. لو احنا مشبعين ولادنا من هم صغيرين كلام حلو، اللون ده لايق عليكي، اللون ده مش لايق عليكي، البرفيوم ده ريحته حلوه عليكي، المونوكير ده احلى عليكي، الحاجات دي هي البنات بتدخل في علاقات عشانها. والولد حد عايز يحسسه ان هو مسؤول. انت انقذتني في الموقف ده، انا مش عارفه لما خدت رايك، ما كنتش خدت رايك كنت هعمل ايه في الموقف ده. الحاجات دي بتخلي الولد والبنت شبعانين، فما يبداوش بيسيبوا الوقت دراستهم ومذاكرتهم ومستقبلهم، ويروحوا يقعدوا يتكلموا في التليفون بالساعات بالسنين، ويسيبوا الدنيا تبوظ. وفي الاخر بتبقى علاقات بيخسروا فيها قلبهم واجزاء كتير من ثقتهم بنفسهم وتقديرهم لذاتهم. وفي ناس بتخسر حياتها، وفي عشان احنا في مناطق ارياف وحاجات زي كده، ففي ناس بتخسر حياتها وسمعتها، وهي اصلا ما كانتش عايزه توصل لحد كده خالص. هي تساليها في الاخر تحسها هي اصلا بنت ايه، يعني بريئه، بس هي وقعت الوقعه دي. طبعا انا بتكلم على المعظم يعني، وكل قاعده ليها شواذ. طيب كده احنا قلنا ان احنا نخلي بالنا من ان الاسره هي البيئه الاولانيه، ونخلي بالنا من الكلام الحلو، وانه بيأثر 5 مرات اكتر من الوحش، فاخلي بالي كويس جدا. واخلي بالي من موضوع الاحضان، وان انا لما اعمله يكون للاولاد كلها زي بعض، عشان ما احلش مشكله بتاعه ضعف ثقه او كده، وان انا اخش في مشكله تانية ان هي غيره. يعني ما احضنش الولد اللي عنده مشكله بس، لا، ما اتكش على السين، اكلم الكل
ابوس الكل، احضن الكل، اوجه الكلام كله. لو الولد ده قاعد لوحده عادي يبقى احضنيه على جنب عادي مش مشكله، بس لو كله قاعد اوزع نظرات بالتساوي. الاطفال حساسه جدا والكبار، يعني انا بتكلم ده من البدايه، وبعد كده بقى ايه بقيه السلسله هنكمل لسن المراهقه وفيما فوق. زي طبعا كل اللي بيسمعني دلوقتي يقول لي يعني خلاص كده يا ولاد الحاجات اللي عملناها دي بوظت العيال. لا طبعا، مش زي ما تربينا طلع اللي بيتكسر بيتصلح عادي. يعني طول ما ربنا موجود انه على رجعه لقادر، كل حاجه تقدر تتصلح ادام انت بتسعى لده، وربنا قادر على كل شيء. لما تغلط اعتذر، يعني عادي غلطت اعتذر، وغلطت تاني اعتذر، وحاول تصلح من غلطك. مش خلاص كده ان احنا ربناهم، يعني خلاص كده التربيه لزقت ان دايما بنعمل ابديت، ودايما بنغير، ودايما بنتعلم. وربنا شايف ادام انت بتسعى دايما للاحسن ربنا هيديك الاحسن. واعرف ان ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. خلي النقطه دي في دماغك، وهنكمل السلسله في الحلقه الجايه.